سندوتشات برجر اللحمة من السندوتشات الجميلة اللذيذة اللي مفيش عليها اختلاف ولا خلاف أبدا، وبيحبوها الكبار والصغيرين. النهاردة هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وعايزة أقولك يا ريت تعملي الحاجات دي في البيت وتاخديها بره كده، تحطيها بوكس حلو كده، السندوتش مع البطاطس ولولادك ياكلوه في أي مكان بدل ما تشتروه لهم من بره. هنجيب اللحمة المفرومة ونتبلها بالبصل والفلفل والملح، وكمان تتبيلة البرجر من اي ماركت بتجيبيها، وبتعجنيهم بتلميهم كده ببعض، بتعجنيهم في بعض كده وبتتبليهم في بعض كلهم، وبعدين بتكوريهم وبتسيبيهم في التلاجة نص ساعة، وبتطلعيهم بقى تبططيهم كده زي ما انت شايفة. وبتجيب الجريل بتاعك والطاسة، تحط فيهم حتة سمنة او حتة زبدة بلدي، وتبدأي على نار هادية تبدأي تسوي شوية شوية، وبتقلبي مرة شوية كده على الجنب ده وشوية كده على الجنب ده على نار هادية، عشان تبقى البرجراية مستوية كويس من جوه ومن بره، وكمان ما تاخدش لون غامق من بره، ما تتحرقش معاكي لحد ما تخلصي كل الكمية اللي عندك. بس كل ما تحسي ان الدهون خلصت من الجريل او الطاسة، بتزودي معلقة سمنة او زبدة عشان بتدي طعم حلو قوي وبتدي لون جميل كمان. خلصنا كل الكمية، بس باقي لسه دور كده في الطاسة موطيين عليه هيستوي. بنكون بقى جبنا البطاطس بتاعتنا وقطعناها صوابع وشيبسي، وكرملنا البصل لان فيه مجموعة عندي ما بتحبش البصل الني. وعملنا البطاطس كمان شيبس اهي، وقلت لكم صوابع وحطينا عليها التتبيله. قطعنا الكايزر والجبنه التشيدر والطماطم والكابوتشي، كل الحاجات دي جهزناها عشان نبدا نحشي بقى السندوتشات اللذيذه الحلوه. انا عايزه بس تجربوا الموضوع ده، وانت هتلاقوه سهل وبسيط وصحي جدا جدا. جبنا بقى اخر دور في الطاسه قبل ما نطلعه، حطينا الجبنه على البرجر عشان تسيح عليها كده وينغمسوا ببعض. شايفين الشكل والطعامه؟ شايفين عامله ازاي؟ حلوه جدا جدا. وجبنا العيش بتاعنا وحطينا فيه صوص البرجر، وحطينا بقى كل واحد كل برجرايه بالجبنه بتاعتها سايحه فيها فوق الصوص ده. زي ما انتم شايفين كده الشكل يعني الشكل بيتحدث عن نفسه، الطعم رهيب جدا جدا. هنخلص كل الكمية اللي عندنا. طبعا هنحط بقى بعد كده كل الحاجات اللي انت هتشوفوها دلوقتي. هنحط الطماطم، هنحط الكابوتشي، هنحط، عايزة تحطي فلفل حطي، عايزة البصل الني زي ما قلتلك. انا عن نفسي انا بحبها بالبصل، حلقات البصل الني. وفي ناس هتحط البصل مكرمل، والف هنا وشفا. بجد بجد لو انت عملت الحاجات دي وخدتيها معاكي، ولادك هيحبوكي جدا جدا وجوزك كمان هيحبك جدا، لان هي اكله سهله ونظيفه، واحسن ما تشتريها من بره كتير. خلصنا كل الكميه اللي عندنا، وده الشكل النهائي، والف هنا وشفا. ولو كنت وصلتوا معايا بقى للحظه دي في الفيديو، يا ريت اشتراك في القناه اللي ما اشتركش، ده مطبخ صوص عطيه، وكمان يعمل لايك. عايزه لايكات كتير يا جماعه قوي من فضلكم، والف شكر ليكم بجد، وباي باي.